اهلا وسهلا فيكم بما انه بودكاست معكم نوار ومجد بحلقه جديده. اليوم كيو كل حلقه بدنا كيو نشرح برجع شوي بشرح. المهم هي حلقه اسئله. اذا بدك تعرف بالضبط ارجع على اخر كيو راح احط لك اياها بالدسكربشن تعرف بالضبط شو هي، بس هي مينلي اسئله من الانترنت وبنقعد نتفزلك انا وعمك نوار هون. تمام كنت تفزلك هي الكلمه الصح. هي الكلمه الصح تماما، لانه هن مينلي فزلك يعني اكثر من لانه هدول انه مو يعني بقول لك نحن محضرين الاسئله بس مو محضرين اجوبه الاسئله. هو هي شقفه من الحلقه انه هو إحنا محضر الاسئله انا ما بعرف شو ايه الأسئلة. تمام، فبس انه الحلقه الاجوبه هيك بنقولها بارضها، فما في انه والله ريسيرش وكذا شغلات من راسنا، يعني انه يا بنعرفها يا قصص شخصيه anyway هلا بنشوف شو راح يصير لموت الدنيا وراح كل مره بيكون شرحها شكل الحلقه ايه ما مستحيل بعرف شرح الكيو صح. كيو لازم نخطط له لشرح ضابط مشان بعدين نتكل عليه وخلصين يعني. حطه هيك قبل الحلقه. تماما. اول سؤال عزيزي المشاهد ونوار، شوفي شوفي سوء تفاهم له علاقه بالتكنولوجيا بتسمعه كتير، بس العالم ما عم يستوعب انه غلط، ما عم يستوعب انه لا هذا الحكي غلط، بس انه شائع كتير بين الناس له علاقه بالتكنولوجيا. عندي كتير. عندك كتير؟ عندي اتليست شي 3 يعني. طب اروح بلش قبل ما افكر. اوكي، اول وحده هلا لانه كونه من فتره نزلت الابل فيجن برو يا برو الابل فيجن برو، فصار كتير يطلع لي فيديوهات لناس لابسين شيء بالشارع، شيء بمطعم، شيء بالمترو كذا لابسه وحاطه، فكله بقى بيصور بيقول انه ليك شو عم بيصير ذس از ايفل كذا. احتلونا احتلونا ايه. فانا هذا اول سوء تفاهم، هو انه دائما عندنا فكره انه شركات التكنولوجيا عندها نية سيئة بالأساس. هلا أنا ما عم دافع عن شركات التكنولوجيا وأقول لك إنه هن بيهمهم مصلحتنا وبيهمهم شعورنا وكذا، بالآخر هن يطلعوا مصاري وأي طريقة بتطلع مصاري هي تمام. بس أنا إنه ما في مثلا ناس أو أتليست ما بتخيل إنه في ناس والله قاعدين هيك إنه شو الجهاز اللي بدنا نعمله لخلي الناس تأدمن، عرفت كيف؟ إنه ما حدا بيحسبها هيك. فنحن بس نشوف شغلة واحدة عم تصير منقرر إنه لأنه هاي الشغلة صغيرة صارت فرح يصير سلسلة أحداث ما لا نهاية. هي على فكرة ما حكينا عنها باللوجيكال فاليسيز لأنه قلنا إنه ما رح نحكي عنهم كلهم، بس هي لوجيكال فاليسي اسمها سليبري سلوب. إنه أنت واحد يجي يقول لك والله إنه ليك والله الأبل عملت الأبل فيجن برو، هلا العالم رح يصيروا يحضروهم كتير، بعدين رح يقدموا، بعدين الأولاد رح يصيروا غباية، بعدين كله رح يصير يحضر هيك والبشرية بتتدمر كلها. هذا هي سليبري سلوب. إنه برو مو لأنه أبل فيجن برو عملوا نظارة يعني فإنه خلص إنه هي ايه انه فيك توصل لاي حدث بانه رح يتدمر العالم. ايه تماما. انه ما يعني اجين انا بقول لك كونه سلوك البشر شوي انه سهل انك تلاقي شغله تقدمن عليها. فبقول لك انه ممكن يعني مع الوقت يصير يصير مثل ابيوس، انه عم نستخدم زياده عن اللزوم او عم تاثر على حياتنا. بس انه المسكونسبشن او سوء التفاهم هو انه نحن بنفكر انه الشركه كان عندها هذا الهدف بالاساس. ايه انه انا فيني اقول انه اخترعوا الطاوله يا الله هلا مشان ناكل اكثر، مشان نقعد اكثر ونفتح حديث اكثر ونصير غبايا. ايه تمام. يعني مثلا نفس الشيء بيصير مثلا بابس السوشيال ميديا، انه فيسبوك انه لما عملوا مارك زوكربيرج حرفيا كان بده انه يعمل بس اب لطلاب الجامعه اللي هو فيها يحكوا مع بعض مشان يشتغلوا على هي. انه ما كان حاسب انه بدي اعمل هيك وحط عليه ادز وبعدين بس حدا يحكي عن فلسطين اعمل له بان وكذا. انه ما كان مو هي كانت خطته بالاول، عرفت كيف؟ انه بس هيك صار لانه انت بتطلع على الاحداث ريتروسبكتيفلي، تطلع عليهم بعد ما صاروا فبينه شايف بضحك من الاساس هو قصده يعمل هيك. ان فاكت حتى ميزه الانفينيت سكرول اللي هو انه انت على الابس السوشيال ميديا بتضل تعمل سكرول للابد ما بيخلصوا، اللي اخترع ما كان هيك قصده. اللي اخترع هذاك اليوم حضرت له حلقه هو واحد تاني مع جو روجن، هلا طلعك شو كان اسمه بفيسبوك ايام زمان جيل التسعينات بتذكر انه انت بس كنت تنزل كنت توصل لمحل انه خلصوا حتى هدول بوستات رفقاتك والصفحات اللي عملت لهم لايك بتكون عامل لايك لصفحتين ثلاثه انه خلص خلصوا هدول اللي حاطينه اليوم. بدك تشوف شيء اقدم فينا نجيب لك الاقدم بس شو بدك فيه. ديكو هذا هو اسمه ايزا راسكن، هو الحلقه مع واحد اسمه ايزا راسكن والثاني تريستن هاريس. بس ايزا راسكن هو اللي اخترع الانفينيت سكرول. بوقتها ما كان في سوشيال ميديا اساسا، كان انه يعني لسه على المواقع العاديه وكذا، فاخترع انه اوكي وات اف انه بتضل تعمل سكرول للابد. اوكي بعدين يعني صارت القصه هي بالسوشيال ميديا وصلنا، بس هو ما كان هدفه انه بدي اعمل انفيد سكرول وخلي كل العالم تقدمن على التيك توك ويضلوا يعملوا هيك لانه ما كان في تيك توك بالاساس ولا كان في سوشيال ميديا. فهذا واحد منهم. ممكن يعني. كان فكرته انه ممكن يكون طلع مصاري اكثر. تمام. بس قصدي انا فكرتي بس انه النيه السيئه انه ما حدا فيه هيك عرفت كيف؟ انه هاي الضحكه الشريره تبع انه بدي احتل العالم بالاب تبعي، انه نو ما انك لهالدرجه مهمه وانا لهالدرجه مهمين. واحده ثانيه مثلا هي انه
انه الشغله الجديده اكيد احسن من القديمه. انه في موبايل اجدد فاكيد احسن من اللي قبله، او في كاميرا اجدد اكيد احسن من اللي قبله. انه الشغلات الجديده مو دائما احسن من القديمه. حتى احيانا لو حاولت الشركه تقنعك، مثل مثلا لما كنا عم نحكي انه هلا كيف الساعات صار فيها سنسورز ومدري شو، انه في هذا لا يعني انه هي بالضروره احسن من ساعه ما كان فيها سنسور. على حسب انت كيف، ما نحن شفت كيف وقت شرحنا فكره السنسورز انه هن بيلبكوك بزياده. فانت بناء على احتياجاتك بهالجهاز هذا يعني ممكن تطلع انه لا مانو احسن، بس تكنولوجيا هو احسن. ما هي حسب شو، اذا طلع والله اكيد بسرعه المعالج ودقه الكاميرا وكذا هالشغلات هي اوكي. بس مثلا بيجي واحد انه ليك هذا الموبايل فيه هاي الميزه اللي لسه ما نزلت، انه الكاميرا بتقلب مثلا. فهذا ما نو نسيسيرلي احسن، انه على راسي الكاميرا بتقلب، بس انه اذا احسن انه اوكي اجدد يعني احسن عليك. عرفت كيف انه بس بس المشكله انه غالبا بتكون فعلا احسن، يعني بتكون الشغله الجديده احسن من اللي قبلها. خصوصي اذا بالنفس الشركه، يعني اذا الشركه عم تحكي بموبايلات ايه انه اكيد رح في يطوروا احتمال بالجهاز يعني فوق ال 95% انه يكون الجيل اللي بعده احسن من اللي قبله. ولا مثلا بحاله جوجل نزلوا موبايلات انه اسوأ من اللي قبله بس رخصوهم، فانه نص مصيبه. شو عرفني عندك مثلا وحده اللي هي انه اي موبايل احسن مثلا، هي شغله كمان طبعا انه انه احسن الايفون ولا السامسونج. هذا الجدال النهائي انه صرنا بمرحله انه ما عاد في شيء اسمه انه احسن، صاروا نفس الشيء تقريبا. صاروا نفس الشيء. وحسب انت اجين شو انت شو بتحب. يعني انت اذا بتفضل ميزات معينه فخذ هذا، اذا بتفضل ميزات هذيك خذ هذا. بس انه كمواصفات ومعالجه وسرعه ودقه كاميرا وصور انه كثير صاروا قراب من بعض. يعني ما عاد في انه لا الايفون احسن not really يعني حسب شو بدك. ايه حسب انت شو بدك يعني. تمام. بدك تشتري سيارات يعني ما في، لو في سياره واحده خلص منيحه كان كل العالم اشتروها. ايه وخالصين بس انه مثل الهوندا سيفيك والتويوتا كورولا انه هن اثنيناتهم عمليات وكثير منها. هي يمكن فيها مثلا تدفئه الكراسي فيها احسن شوي، هي الامان احسن شوي. انت حسب شو بترتاح لشو بدك. انت يمكن تكون ترتاح بسواقه السيفيك اكثر بس لانه هيك بخك ترتاح لانه بتاخذ ايه انه ما في. لو في وحده احسن من الثانيه برياحه وانه خلص انه كلنا بنعرف نقيس الفخامه تبعها فكلنا كلنا اشترينا الثانيه خالصين. ايه ما فيك. انا قصه التكنولوجيا الغبيه قصه انه التهكير. بس يقول لك واحد خايف اعمل هيك مشان ما اتهكر، شو بتكون هي الشغله؟ اعمل فولو لواحد على انستغرام. يا حبيبي مو لهالدرجه ايه. ولا بيجي مثلا واحد لعندك انا بعرف هكر بالله يا جماعه اللي ما بيعرف، اذا حدا بيعرف يهكر فانت روح لعند الشركه اللي بتعرف تهكرها وقول لهم انا بعرف هكر، رح يعطوك جائزه ماليه بتخوف. يعني اذا بتعرف تهكر حساب فيسبوك روح لعند فيسبوك قول لهم بعرف هكر، رح يعطوك $100,000 اذا اكشلي مو هذا تبع بدي بس ايميل وكلمه السر لا انه تمزح. بعرف هكر او انا يعني بس كنت ادرس كمبيوتر ساينس بتعرف تهكر انستغرام يا حبيبي. ايه هي على فكره هي كمان مسكونسبشن. ايه انه اذا انت بتعرف شوي بشيء فاكيد بتفهم بكل شيء له علاقه بالتكنولوجيا وبتعرف تعملهم يعني. هكر ايه اكيد تعرف كلمه هكر انا كثير لحالها مزاجه. ايه في انواع للهاك. واحد من الانواع هو انه يكون شو بيسموه سوشيال، انه انت تضحك عليه الزلمه سوشيالي. انه الشركات الكبيره هيك بيتهكروا على فكره. مثل واحد بيكون عم يحكي مع موظف الكاستمر سيرفيس بيضحك عليه بانه فيك تعمل لي هيك فيك تعمل هيك يعني بخليه فوق يشفع عليه مثلا، او يقول له انه انا حالتي مثلا انا ما فيني نشوف، فيك تفتح انت من عندي او من عندك تورجيني تفتح لايف. عرفت كيف؟ فبصير عنده اكسس على الكمبيوتر للموظف. هذا ذكرت سوشيال انجينيرنج. فبصير عنده اكسس فبيهكروا. ايه. هو ضحك عليه حرفيا ضحك عليه. ايه تمام. انه هو ما استعمل شيء اب او شيء جهاز زي يخترق، هو انه بس قنعوا انه خليني انا استعمل او انت تستعمله وخالصين انه ما تهكرت. يعني كثير من الحالات هيك. يعني في عالم هاكرز، اغلب الهاكرز شاطرين اسمهم يعني شاطرين بالضحك على العالم سوشيال انجينيرنج. السكامز كيف بيصيروا؟ انه بعتنا لك مصاري اكسترا بغض رجع بعد انه هن انت عم تعطيهم اكسس بس انت انه عم يضحكوا عليك بالحكي. مو عم يفوتوا يحطوا لك CMD هذا وينزلوا لك ارقام واحرف ماتريكس جيف مي سكند على مثل الافلام اللي بيقعد عم يكبس هيك على الكيبورد اعطيني ثانيه بس رح اخترق تطلع له شاشه عليه كل خرب. ما في هيك شيء. ايه انه ما في هيك شيء. ما في حدا رح يهكرك انت اذا الباسورد تبعك ما ليكت، اذا ما بتنزل برنامج على كمبيوترك
هو بالاساس فيه فيروس او شيء. ايه شغلته يشفط لك المعلومات، مستحيل حدا يهكرك بدونه. هي او حدا يعني في مره واحد طلع هاكر كتير بيطلع لي فيديوهاته، بس انا اول مره شفته كان طالع بودكاست مع حدا تاني عرفته وكان عم هيك ايوه نحيفه ابيضاني. هذا كان انه يعني كيف بيورجيك بالاجهزه، مثلا بيكون عنده جهاز بيعمل شبكه واي فاي، فانت اذا بتعمل كونكت عليها فهو بيسكلي فات على كل يعني فات على الواي فاي تبعك، فمن الواي فاي تبعك صار عنده كتير اكسس على الاجهزه اللي موصوله بهذا الواي فاي، بس انه بالاساس بدك تكبس عليها. او مثلا حدا انه بيكون صاحبي معك او شيء فبيعطيك فلاشه، بس انت متى ما حطيتها هو مستقبلك بيشوفه من هالفلاشه. لتتهكر ما بتكون قاعد هيك، بدك تعمل شيء او حدا يعمل لك شيء او انت تشارك بالموضوع. ينضحك عليك بطريقه ما حتى انا انضحك علي وتهكر كمبيوتري. انا نزلت برنامج على كمبيوتري مكرك، فيروس الكمبيوتر كله وفي شخص فعلا شفط كل الباسوردات، فتح لي حساب البنك، فتح لي القصص، بس انا غبي يعني لو انا قاعد هيك ما كنت هكرت. فهي قصه مهكر كثير صار كثير اوفر يوز الكلمه يعني. وانه جنرالي هي التهكيرات اللي كنت عم بحكي عنها الثقيله تبع انه واحد اعطاك فلاشه او واحد خلاك تكبس، هدول انه حتى اذا بدهم يعملوا فيك انه هدول مستقصدين، واذا مستقصدين يعني انت بالاساس عندك شيء تتهكر مشانه. يعني انا ما راح احاول اقنعك تاخذ هي الفلاشه وتحطها لانه في حسابك $500 طورها انت وياهم. هي تنعمل باللي انه كتير ما عاملين بس يغطي لك الكاميرا. يشتري لك كفر هذا اللي بيغطي الكاميرا برو. يعني اسمع، اذا كلنا مراقبه الكاميرات تبعنا بدك اتليست شخص واحد يراقب لك الكاميرا تبعك. فاذا نص العالم عم يتراقب الكاميرات تبعهم، في نص العالم الثاني عم يراقبوا بس ما عم يقولوا لك. ايه تخيل انه في نص البشريه ما عم يحكوا انه هن عم يراقبوا تماما، انه انت كتير غير مهم. مو انت حتى نحن كلياتنا عم نحكي انه ايمت بصير يعني مثلا في هي القصه اللي بيضل يحكي جو روجن، بس ولا مره تاكدت اذا صح، انه مثل حدا بعت لينك لجيف بيزوس، فلما كبس عليه تنزل اب اسمه بيجاسس، وهذا الاب بس ينزل على موبايلك انت ما بتعرف انه نزل، يعني هو ما نورا مثل الفيسبوك، بس ينزل بيصير عندهم اكسس على كل شيء بالموبايل. بس انه هي جيف ما حدا رح يبعث لك بيجاسس لإلي مثلا انا انه مجد بدنا نشوف شو شفت هو كبس على اللينك. هو كبس على اللينك فانا ما حدا رح يفتح الكاميرا يطلع. لا بحكي بشكل حتى نحن ما بنخاف نتهكر، لا ما رح انا منوار ما رح نتهكر تمام، الا اذا اجين مثل ما كنت عم تقول نزلنا شغله انه كبست على شيء او نزلت شيء، بس انه اوت اوف نوور ما رح ليش بدهم يهكرون؟ اللي بده يهكرنا ما عنده حياه انا وياك يعني. تماما. قديشك فاشل. هذا انا لا مبعوص منه اللي يهكرني يعني. فعلا. تعرف شو فيلم قلت لك حضره تبع بي كيبر. هو الفيلم كله فكرته على انه ينتقم، بده يقتل بالهاكرز. مو هاكرز، هن سكامرز، انه عالم بيضحكوا على الكبار بالعمر او شيء، بيقولوا بدنا نجدد لكم الكمبيوتر لانه صار بده ابديت، اعطونا اكسس. بيقوموا هذوليك حرام بيعطونا اكسس، بيقوموا بيشفطوا لهم معلومات البنك. عرفت كيف؟ فهو بس بده ينتقم منهم لانه عملوا هيك بوحده مرة بيحترمها بيحبها يعني. حرام اوصفها هذول. هذا سؤال سمعته مره من نيل ديغراس تايسون، اللي هو انه اذا الفضائيين هبطوا على الارض، اجوا على الارض يعني وقالوا لك خدنا لعند القائد تبعك او لعند الزعيم تبعك، لعند مين تاخذه؟ انا بعرف الجواب لانه هو بيحكي الجواب بهذا الفيديو، بس انه انت برايك مين ممكن ما باخذ ولا عند شخص. انا بقول لهم ما في شخص، بقول لهم انه انتم مو شايفين علانين بعض يعني علانين بعض، فما عندنا والله زعيم الكره الارضيه ليكو. فانه بانه مثلا شو يعني اذا بتاخذوا عند حدا بالبلد اللي انت فيه لعند مين تاخذه مثلا؟ بكندا مثلا بخبيهم يعني ما اكيد ما راح اضل عند قلت لهم صدفه انكم فتوا لعندي انا الليدر، تعالوا اشربكم فنجان قهوه. والله انكم ذكايا. لا عن جد والله ما بعرف. انه هو جوابه كان، وهو جوابه اكشلي فخم، انه بتاخذه لعند العلماء. هو هذا فكرت فيه، بس بعدين انه انا كيف بدي اقنع انه هذا ليدر؟ انه ما هو شو الفكره، انه هو بالنسبه له ليدر يعني بهالحاله. لفرض سألوا هذا السؤال انه مين حدا مثل له سلطه او حدا، مو انه تاخذني لعند واحد بالشارع هيك، فانه بساعتها لانه جاي من غير كوكب او من غير مجره او كذا، فانه بتاخذهم لعند العلماء لحتى يعرفوا يتفاهموا شو الترتيب يعني. في عالم مختصين لغه يفهموا لغه غير موجوده يعني. وات ليش؟ شو هي؟ شلون بيعرفوا شو هي اللغه الغير موجوده اللي يختصوا فيها؟ يعني مثلا فتحنا الاهرامات، شفنا عليها كتابه ما بنعرف شو هي، هن مختصين يفكوا هاي الكتابه. اوكي. مثلا انت عندك صفر دليل وما عندك قاموس، بدك تفك كتابه،
انه هن بيعرفوا مختصين. كيف بدهم يفهموا الشغله اللي مو فاهمينها بالاساس. تمام أوكي، مو أوكي. فاهمين النص. في فيلم كمان ما اعرف شو اسمه، بس هي بتكون فضائيين بيهبطوا، هي بتكون مرأة بتروح تحكي معهم، هي بتكون هذا اختصاصها، بتقعد بتحلل مخلوق فضائي هيك بيكون كتير معقد، فهو بيعمل اشكال، فبتصير هي تكتب الاشكال وتحلل اللغه، وانه هي انه انا، وهي تحاول تعلمهم اللغه تبعنا، تقول لهم اي هيومن كذا، عرفت كيف؟ كثير فهم. ممكن. ف يا هدول اول اشخاص لازم يشوفون لا يعني هيك شيء حدا له علاقه باللياقه. له علاقه بما خارج الكره الارضيه لحتى انه هذا اضبط شخص يحكي معه. طب شو اول سؤال تسالهم للفضائيين اذا اجوا؟ اذا بيحكوا انجليزي اسومينج بيحكوا انجليزي. اوكي. قد ايه بعاد انتو؟ قد ايه لكم؟ قد ايه اخذ معكم الطريق؟ هذا السؤال اللي كنت بالضبط بساله، انه إنه- قديش لانه كل ما اخذوا فتره اطول كل ما كانوا ليس انتليجنت، يعني إنه ايه انه اذا قال لي 50 سنه فانه ايه اذا قال لي بثانيه كنا عندكم يعني ثقوب دوديه يعني يعني خلص ختمناها. ايه او بتسالوا انتم جايين تدمرونا تقتلونا. ايه كمان هي على فكره هي يعني هي ما أنا تك مسكونسبشن، بس دائما عندنا هي الفكره انه اذا اجوا الفضائيين فاكيد جايين يخربوا. نو نحن البشر نحن يمكن لأنه نحن الكائنات منخرب. الوحيده إيه لا يمكن لانه نحن عندنا هي التندنسي تبع انه شو هي البلد يروح يحتلها، فاي حدا جاي من برا اكيد جاي يعمل هيك. بس انه اذا كانوا هن المفروض اذا قدروا يجوا، فهذا انه هن ذكايهم متطورين كتير، فهن اخر همهم انه يجوا يخربوا الدنيا، انه راح يكونوا انه ممكن يلجأوا بعدين لهالقصه اذا نحن تنحنا مثلا. حتى في كونسبيرسي ثيوري بتقول انه هلا ما اجوا لعنا الفضائيين الكثير ذكاء اللي فيهم يجوا لانه نحن كتير غباء. ايه مو لانه هن ما اجوا، يعني هن هون بس نحن مو دريانين فيهم، مو هون معنا يعني انه اجوا مرقوا انه لفوا حوالين الارض او من بعيد شافوها بالتلسكوبات وخلص. انه واحد قال انه شو بدهم يحكوا معنا، شو بدهم يقولوا لنا اذا نحن مو فاهمين التكنولوجيا تبعهم وكثير شحاش وعم نتقتل ببعض وحروب شو بدهم يعني تتخيل نحن هلا كبشر سافرنا على مثلا كوكب تاني بالمجموعه الشمسيه او ابعد شوي وشفنا انه ليش شامبانزيز انه قرود وعم يقتلوا بعض وقرود وكذا يعني اذا بنيجي بنحكي معهم ما راح يفهموا لا التكنولوجيا تبعنا ولا شيء، اكيد ما راح ننزل اللي عندهم نقول لهم هاي شو كيفكم نحن موجودين ونطلع خلص يعطيكم العافيه خليكم بحالكم ونمشي، راح نعمل لهم اوبزرف بس. فهي نفس الشيء اذا حضاره كثير متقدمين راح يجوا هيك شو عم يخبطوا ببعض وكثير فاشلين تكنولوجيا وعندهم كورونا ايه تمام ممكن يعني انه ما انا محرزه النزله انه شو يعني بس يتطوروا شوي بعد بنقول لهم، او انه بيقولوا انه اذا جينا فبدنا نضطر نعطيهم التكنولوجيا تبعنا، فانه هن لسه مو جاهزين راح يستعملوها بحروب يعني شو. ايه هي مثل بفيلم ايترنالز تبع مارفل، انه بفيلم ايترنالز هن بيكونوا هدول الايترنالز ال10 كل واحد فيهم بيكون بيكون عنده قوه معينه، هن بيكونوا موجودين على الارض بس بدهم يحموا البشريه من شغله واحده بس اللي هن اسمهم ايبكس بريديتورز. اي خطر تاني بيصيب البشريه هن ما بيقربوا، لانه بالنسبه لهم انه اذا ساعدناكم بكل شغله فمنأثر على تطوركم. تمام ففي بعدين سرعوا لا ما سرعوا ما عملوا شيء. هذا اللي عمل محرك ما هذا اللي كان جاي احكي قصته، انه هو عمل المحرك فاجى قال انه ليك عملت المحرك فيني اعطيهم اياه، قام وقتها الثاني اجت قالت انه لا اذا بنعطيهم المحرك بنضرهم فلا تعطيهم المحرك. بس هو بيكون اخترعوا هو اخترع المحرك بيكون قبل بالاف السنين يمكن من ما اخترعوه البشر، عرفت كيف؟ فبعدين بيخليه مخبى. يا جماعه الفيلم هذا اللي بده يحضره هو الدين هون والفيلم هون، يعني هو بيشرح لك فكره الارض والخلق بطريقه تانية، فاذا انت كثير متدين وما بتحب هيك افلام لا تحضره. بس هي يعني حبيت اذكر فكره تبع المحرك الفيلم حلو بشكل عام. تبع فكره انه وقتها كان انه اذا اثنين بيتخانقوا مع بعض انه لا تفك الخناقه ولا شيء ولا حتى اذا واحد بيزعل لا تقرب ولا تتدخل انه اتركه خليه زعلان. تماما انترستينج. بجوز هن يقول لك انه اذا اعطيناهم شغله هلا انه رح يقتلوا حالهم اذا بنعطيهم اياها، فلا لا تخليهم يعرفوا انه موجوده، او انه في مره واحد شرحها يمكن مع جو روغن كمان انه مثل اذا رجعت 10,000 سنه لورا وجيت بموتور قد ما اعطيتهم اياه وفككته وعملته وكذا ما راح يفهموا شو الموتور، لشو تعطيهم اياه بالاساس. بجوز هي بظن ترجع اكثر لانه نحن لحتى عرفنا نعمل موتور فعرفنا كتير شغلات قبله، فانت اذا اجيت جبت لهم الموتور هن ما فهموا اي شيء من اللي كان لازم تفهمه بالاول، فانه مستحيل يخرق، يعني هن رح يكون صعب عليهم يعملوا ريفرس انجينير لشغله هن ما بيفهموا بابلزار بحلقه بابلزار قال وقتها كان عم يقول انه اذا اجت سفينه فضائيه على الارض فمعناتها هن كتير متطورين عم يمشوا اسرع من الضوء،
يعني التكنولوجيا تبعهم مو انه نفسها تبعنا بس مطوره شوي، تكنولوجيا غير تماما. يعني الماتيريالز غير، التكنولوجيا غير، شيء ما بنستوعب العلوم تبعه. فانه اذا بدنا نعطيكم اياه ما راح تفهموا، ما راح تعرفوا تعبوا له بنزين. فانه تعبوا له بنزين، فانه ما في فايده. شايف وقتها عطى هذا المثال بابلزار، طبعا انا ما بصدق اللي بحكيه، بس انه يعني مثال. هي حلقه كثير حلوه، حكينا عن الفضائيين، بس حكينا عن هذا يعني. قال انه مش هيك نحن ما عم نعرف نعمل ريفرس انجينيرنج، بنعرف انه هي مثلا الشقفه اللي بتعطي طاقه، بس ما عم نفهم شو هي. ما هذا شرح مبسط. هو على اساس انه كان يشتغل على مركبات فضائيه، كان شيء الحكومه الامريكيه عاملين حلقه عنه. هي كانت عن الاريا 51، بعدين ذكرنا بابلوزار. بس هو هذا كتير يعني كتير بيتمسخروا عليه، لانه هو حرفيا بيقول انه انا اشتغلت على مراكب فضائيه، بس انه بيقول انه احنا كمشنا مراكب فضائيه نازلين واشتغلنا عليهم بالاريا 51، عم نحاول نعمل لهم ريفرس انجينيرنج. يعني كمشنا المركبه عم نحاول نعرف التكنولوجيا تبعها نرجع نعمل وحده مثلها. هو شافها عم تطير وكذا وجربوها لزار. حلو، جميل هذا الكلام. شوفي منتجات مفيدة موجودة، بس ما كتير العالم ما كتير بيعرفوا عنها أو ما كتير بيستعملوها. كيف أسئلة فخمة. شايف منتجات مفيدة، طبعا زليار بيروح من مخك كان براسي ويلا بيختفوا. أنت عندك شيء براسك؟ في اكشلي في هلا خطرت لي فكرة. جاوب أنت عم ما فكر. اكشلي ان فاكت مو بس رح جاوب، رح اللي عم يسمعنا تو باد للاسف يعني، بس اذا عم تحضر رح تشوف المنتج بعينك يعني. شوف عزيزي المشاهد، هي اذا بتروح على الجيم وبتعرف تمرين السايد ريزز اللي هو انك ترفع الدمبلز هيك مشان كتافك، نحن مع انه نور ما بنستعمل دمبلز، بنستعمل الكابلات. بس مشكله الكابلات انه وانت كامش البطيخه اللي بدك تشد فيها بتحس اصابعك رح يطلعوا من محلهم، فبيتعبوا اصابعك قبل ما تتعب ايدك وكتافك. فهي شغله بتلفها على معصمك وبعدين بتعلق الشنجل فيه وبتصير تعمل له هيك، فبصير فيك تشيل اوزان اكثر وتعمل ريبس اكثر وتشد على كتافك اكثر بدون ما يتعبوا اصابعك، لانه كل ايدك اقوى تماما. فهي هايلي ريكومند. انا ومجد عندنا كل التولز يلي اذا بتخليك ما تستعمل ايدك هن تنتين يعني، مو كل التولز، بس انه هي. وفي عندنا واحده تانية للتمارين الظهر كمان اسمها ستراب. فهذا اذا بتروح على الجيم نصيحه كتير تشتري هي يعني. وهي يعني ولا مرة شفنا حدا بالجيم عم يستعملها، شفناها بالجيم بس ما شفنا حدا عم يستعملها. طبعا بعدين اختفت، بس ولا مرة رغم انه الجيم تبعنا كتير معجوق ولا مرة شفت حدا عم يستعملها، بس انا ونوار. مزبوط. رح نعمل ترند بالجيم صرنا شو يا شباب، كله معه كفس. كله صار معه كفس. الاير فراير هلا الاير فراير بظن مشهورة اكثر من ما انت بتخيل. لا طلعت مو كتير يعني، خصوصا عند العرب كثير. أنا بعرف انه هي نسبيا جديدة. انت بس تسمع تحس انه صار شيء 100، بس انه ما كل هالقد جديده الاير فراير. القلايه الهوائيه او الاير فراير هي تبع اشهر وحده تبع من شركه نينجا، كتير مفيده. ما أنا فرن، انا كنت فكر انه هي فرن، طلعت ما أنا فرن. هي يعني شغله اذا بدها بالفرن مثلا 20 دقيقه، بالاير فراير بدها 10 دقائق ل 15 دقيقه، كتير اسرع. بتعمل شغله مقرمشه من برا، ما لها علاقه بالقلي يعني، ما فيك تحط شغلات بدون فيك ما فيك بس انه حسب شو الشغله يعني. مثلا احنا جربنا اذا تحط بطاطا تطلع مثل كانك قليه بالزيت. اذا بتحط دجاج ما بيزبط، بيقرمش بس ما بيطلع جوسي من برا، بيطلع هيك ناشف، تطلع قشرته من برا الكراست ناشفه. الا حسب يمكن اذا تبلته بطريقه تانية او شيء. بس بدك مو طحين، بدك كرامز. مزبوط. المهم بس انه بشكل عام حتى مو بس شغلات مقليه يعني، في لهم مودز تانية انك تطبخ كتير، ما بدك تحميها وتستنى، خلص دغري تشوف شغله فيها شغل خصوصا اذا مفرزه، الشغله المفرزه فيها حط حاج شغل ومشي، بعد ربع ساعه بتكون جاهزه. هي كتير توفر عليك وقت، وتوفر عليك زيت، وتوفر عليك جلي توفر عليك كثير شغلات كثير فخمه. شوفي كمان شغلات وخصوصا على النت مثلا بتشوف انه قد ايه بده صدر الدجاج بالاير فراير ليطلع مو ناشف من جوا بس مستوي، انه يطلع انه افخم شيء. بيحطوا لك حطه 15 دقيقه لنقول على حراره كذا، بتحطها هيك بتطلع تمام ممتاز. في عندي كمان شغلات انا وياك جبنا منهم. لا يعني انا بغرفتي في المروحه اللي بتعلق عليها 3 لمبات، فجبنا اللمبات توصلن عادي محل اللمبات، بس فيك تتحكم فيهم من الموبايل، تعملون يا الوان يا تخفف الاضاءه تبعهم، يا تعملون على صفار، يا تعملون على حمار. هن لانه موصولين على الموبايل بالبلوتوث، ففيك انا مع سيري بعمل شورت كاتس. كبسه موبايلي هي اذا بضل كابسه اللي بالايفون 15 بحط يا ورك لايتس سليب لايتس يا لايتس اوف.
يعني فيك تعمل كذا كذا سيت اب للاضويه. سليب لايتس بتعمله انه على احمر وبتوطي كثير الاضاءه. الورك لايتس بتعمله على ازرق اضاءه ماكسيموم. بعدين مثلا انا عم بلعب على الكمبيوتر عندي بالغرفه بحطهم مثلا الوان ار جي بي غير وكذا، ورخاص مو كثير غاليين. انا هي شغله اللي حبيتها فيهم الاول انه بالنسبه لللمبات موصولين على الاب فهن مو غاليين. بس المشكله عندي انه فور سم ريزن كل فتره بيصيروا هيك يطفوا ويشعلوا لحالهم، تحسهم فصلوا عن الموبايل لانه النت عندك زباله. ممكن هم اكشلي ما اذا قلت لك رجعت حطيت اللمبات العاديه وشلتهم يعني. هات يا بعطيك يا بدك اياه. حطنا. السؤال التالي، اوكي هات نشوف. شو في اختراع العالم فكروه راح يموت بس لساته موجود او لساته عم يستعمل يعني؟ التليفونات العاديه يعني ما هون يعني الارضي يعني الارضي بالبلاد العربيه بفهم ليش موجود، لانه وحدات وعبي خط. هون عندنا الموبايل انليمتد، يعني انت بتدفع له الموبايل مثلا $30 بالشهر، فانت فيك تحكي ما في وحدات، يعني فيك تحكي قد ما بدك. فانه ما له لزوم. بعد في هون شركات بيبيعوك انه خذ ارضي. ليش بدي ارضي؟ ليش بدي رقم بيت؟ انه موبايلي ليش بدي رقم؟ يعني هون ما بتفوت على بيت بتلاقي عنده ارضي انه خلاص رقم موبايلك. هلا انا بدي اقول جواب وايلد كتير اللي هو انه تقريبا اي اختراع، يعني في هي السايكل بالاختراعات وهي بيحكي عنها مورغان هاوزر بكتاب سيم از ايفر اللي عملنا عنه حلقه. نحن ما حكيناها بالحلقه بس هو بيحكي عنها بالكتاب، انه انت لما يصير مثلا بيخترعوا شغله جديده فاوتوماتيكيا كل العالم انه لا هذا الاختراع لا. عرفت كيف؟ بعدين ليش؟ لانه دائما عندنا هي الفكره الغبيه اللي هو انه كل الاختراعات فخمه ما عدا هاد. بعدين السنه اللي بعدها كل شيء تمام ما عدا هذا. عرفت اللي طلع هلا لا بس كل شيء قبل تمام. بعدين بيصيروا انه هذا بس للغنايه واللي معهم مصاري. بعدين بيصيروا والله جربته وشكله تمام. بعدين شو هيك ما في سنتين زمان بيكون صرنا كلنا نستعمله. بعدين بينزل سنه جديد اختراع جديد لا نو واي هذا اكيد هي الشركه بدها تحتل بيرجع وهكذا. فانا يعني بس من اللي لاحظته من سلوك العالم بتخيل انه كل الاختراعات صار فيها نفس هي الشغله، انه اكيد هذا ما عاد حدا رح يستعمله. بعدين تلاقينا كلنا عم نستعمله. بعد سنه بينزل شيء جديد مستحيل حدا يستعمله. بعدين بيرجع هذا يستعمله. انا تخيلت كمان من زمان وانا صغير انه الكمبيوترات الكبار هذول الشحاش ابو طيز، انه الشاشه كانت طيز الكمبيوتر ابو طيز. الشاشه بطلت طيز صارت فلات. الكمبيوتر بعده ابو طيز لهلا. ليش ما عم يصغر؟ لانه يعني احنا بالتكنولوجيا كنا انه عم نحاول دائما كل سنه نصغرها لدرجه انه ما يكون فيها هواء. يعني الموبايل هلا اذا بتحطه بالمي ما بيطلع منه بوالين يمكن لانه ما في مساحه تايت يعني اسمه. هاي مره لانه ستيف جوبز بتعرفوا القصه؟ لا. اجى عنده موظف قال له شوف لي هالايفون انه بروتوتايب كما شو زدته بحط السمك اللي جنبه طلع منه بوالين. قال له بعد فيك تحط فيه شغلات او بعده مانو كثير نحيف. ف هاي الفكره انه احنا عم نحاول نصغر الشغلات as much as possible. بيجي هذا الكمبيوتر كله مساحه فاضيه بعد مثل ما هو. طب يا حبيبي ما زال فينا نعمل اللابتوب كتير صغير. انا هلا ما كنت افهم ليش ما في شيء مثل اللابتوب او اكبر بشوي او اصغر بشوي حتى لانه ما بدك بطاريه انه بنوصل فيه. هو الماك شو ماك ستوديو الماك ستوديو والماك ميني نفس الشيء بس بي سي ويندوز. ليش ما في؟ هو في الصغار كتير الميني كمبيوترز بيسموهم بس كتير خرا. يعني ما فيك تاخذ اي 7 واي 9 ودري مع انه باللابتوب فيك. يعني تتخيل اللابتوب شيل الشاشه شو بيضل؟ الكمبيوتر. الكيبورد شيل نصه. هو حرفيا اذا بتفتحه اللابتوب نصه بطاريه شيله انت رح توصل على الكهرباء. بيضل عندك ربع لابتوب يعني. هذا هو الكمبيوتر. تمام. ليش ما في كمبيوترات هيك؟ مزبوط. ليش ما في؟ وبعد اذكى شوي انت عندك الكيبورد على اللابتوب بس شيله وحطه فوق شفت هي الربع الكمبيوتر اللي ضل عندك صار عندك كيبورد كمبيوتر. كيف؟ اغلب الكيبوردات اسمك من اللابتوب مع انه خلص عمول كيبورد سمكه شوي عشان يكون انه فيه تبريد فخم كتير لانه موصول على الكهرباء وحط فيه لابتوب هيك بصير عندك بس كيبورد وماوس وشاشه. غريب انه هنا بيضلوا يتحججوا انه لانه الكمبيوترات هديك فيك تهوي او تبرد فيها المعالج وكرت الشاشه فمش هيك انه كبار وفيك تاخذ منهم باور اكثر وكذا. بس تطلع على الماك ستوديو انه الماك ستوديو بيتحدى اغلب اجهزه انتل وانفيديا. هلا هو سيليكون مشان هيك دبرونا يعني. في لابتوبات جيمنج الكبار الشحات لابتوبات ايش اسمه عملوا لي كيبورد كبير جاح ما بيهمني الكيبورد قديش قده هو رح يضل محله. انا ما رح احمله انقله فمعلي عمل لي اياه اكبر شوي يعني كيبورد يكون سمكه 5 سم يا اخي بس انه يكون فيه كمبيوتر بقلبه. طاهر
انه انا قبلان يكون اضعف 10-20% من الكمبيوتر الكبير، بس انه ما راح ياخذ محل ابدا. تماما. فيك تحطه تحت الشاشه وتلعب ستيل الالعاب الفخمه وتعمل إيه. الايديتنج والكذا. ما اعرف برو اخي، هي الشركات بدهم يحتلونا كذا. تحكوا معي حاج تحتلونا نظبط لكم اختراعات غريبه. والله. هذا الاختراع انا يمكن من اول ما اجيت انا عم طلع هيك ليش ما بيعملوا منه، ليش ما بيعملوا انا زعلوا انه بشتري انه ايه فخم كتير. ايه بالعكس يعني انه بتوفر مساحه. كمبيوتر بحبه مع RGB وكذا، بس انه ما بليت الى حد ما. ايه هيك انه بتنقله انه انت كمشته خلص صار بدك بس ماوس وشاشه معه. عملنا نحن الشركه ده. تعرف هلا خطرت لي كمان، انت اذا عندك مكتب وبيت وبدك يكون عندك الكمبيوتر at all time، فانت الكيبورد هذا تبعك بتروح على المكتب بتشكه بوصلة شاشة ووصلة ماوس، صرت عندك كمبيوتر. في عندك شاشة وماوس تانيين بالبيت. فانت بس بتنتهي على الكمبيوتر معك هالكيبورد، تحطه شاشة وماوس تصير عندك، بتصير بالبيت. صار بورتبل او نص بورتبل. فتحنا شركة والله. في هدول اللي بيعملون ديف 2 دي. مرة عمل كمبيوتر انه كان اكبر من ما انت بدك، بس هيك تقريبا بس صغير. بس ستيل انه كان داحش فيه مروحة كبيرة وكرت شاشة وكذا. انه لا بدنا كله يكون هيك قد الماك ستوديو. قد الماك ستوديو هيك سمكه هالقد مربع خالصين. او لو ابل يصير فيك تلعب عليه العاب اكثر يعني. هلكي يكون من المستمعين شي واحد تخطر له تكنولوجي ظبط لنا الامور. طيب روح اعطيناك ضوء اخضر، اعطينا بس 10% ايكويتي، وبعدين اعطينا رويالتيز على كل صرنا شاركس مستر وندرفول. ايش بيعرفني يا زلمه على القصه. يلا سؤال واحد بعد هذا ويجوهم. اوكي هذا سؤال خطر ببالي ذاك اليوم. هلا راح اسال السؤال بعدين راح اقول لك فكرتي. هل الاولاد هلا عم يصيروا اغبى ولا اذكى مننا؟ ونفس السؤال بينطبق علينا، انه هل نحن اغبى ولا اذكى من اللي قبلنا، وهكذا لورا. عرفت كيف؟ انه هل الجيل الجديد عم يكون اغبى من اللي قبله ولا اذكى؟ انا هي قصه بفكر فيها يعني. انا خطرت بالي ذاك اليوم من يومين يعني. انا برايي انه هن بنفس مستوى الذكاء، بس المعلومات يعني انت تبع ايام زمان لنقول المصريين القدماء اللي عملوا الاهرامات هن مخهم فيه نفس الهاردوير تبع مخنا هلا. يعني اذا بتجيب له رياضيات وفيزياء وكيمياء بيتعلمون، بس ما كانوا موجودين اساسا. فمشان هيك انه انت اولاد هلا بيعرفوا معلومات اكثر، بس ما لهم اذكى لنفسنا. اوكي انا شو قاعد فكرت. عندك حكي بعد كمل. لانه بيطلعوا هيك كتير احيانا بيطلعوا هيك انه كيف بنوا الاهرامات وهن كانوا من زمان انه ما عندهم شيء هبل. يا حبيبي ما كانوا بنفس ذكائنا. يعني انت هدول اللي بنوا الاهرامات وانت نفسك اذكى منك، حتى لانه كانوا مضطرين يكونوا اذكى. انه كان عنده رياضيات، فانه مو معقده، بس انه كان عندهم مبدا. لا خصوصا المصريين كانوا معروفين انه كتير بيفهموا بالرياضيات مقارنه بباقي الارض بوقتها. بيفهموا يعني حرفيا اكثر بالهندسه منك هلا انت كبني ادم عادي. فهن كانوا يحسبوا ويعدوا بني ادمين ذكاء، يعملوا اجتماع يقولوا بدنا نعمل هيك، يضبطوا اذا في حجره ثقيله بدهم يحملوها يلاقوا لها طريقه بالفيزياء انه بدنا نرفع هيك ليفرج ما ليفرج بالمي بدنا كذا. العالم طلعوا هيك المصريين من 5000 سنه اكيد حمير كانوا شمبانزي انه قبل ما يتطور مخ البني ادم. لا يا حبيبي هن كانوا ذكاء، كان متطور اوريدي ونيك. نحن كنا ذكاء يا هو الزلمه ذكي. بس هلا انا شو فكرتي. هلا اول شيء دائما في عندك الجمله اللي بدك تقولها بالاول اللي هو انه شو الذكاء. يعني تقول اذكى شو هو الذكاء بالاساس. حلقه قديمه هي كتير ما في له فيديو. ما في له برو. هي ايام ما كنا نقعد على الارض. لا في واحدة جديدة هون بيستت. شو كنا عم نحكي على انواع الذكاء. انت كنت عم تقول في ذكاء اجتماعي، ذكاء كذا، انواع الاي كيو. شو اختبار الاي كيو؟ انا متاكد ابدا ما بتذكر. لك شبك انت برو. بجوز فتحنا هيك سيره ما عملنا حلقه عن الذكاء. حلقه كانت انت وقتها كنت عامل ريسيرش على ذكاء اجتماعي ولا اختبار الذكاء. في انواع للذكاء، اعطيت انواع الذكاء. ما بتذكر. تعال افتح على الشانل، افتح لي ما احكي. فانه شو هو يعني انت بشكل عام ما في شغله واحده بتعرف الذكاء. فانت انه ممكن تكون ذكي بشغله بس غبي بشغله تانية، ممكن تكون ذكي بكم شغله وغبي بكم شغله تانية، ممكن تكون انه الترا ذكي بشغله واحده وليترلي غبي بكل شيء. فانه شو هو تعريف الذكاء بالاساس لحتى تقول الجيل هذا اذكى او لا.
بس هلا انا متاكد اذا رحنا على الانترنت بنلاقي حدا عامل له شيء دراسه ولا عامل له شيء سيرفي ولا شيء كذا. بس انا اجين هي اللي قلناه باول الحلقه انه فكره هي الاسئله هو انه ما عملنا ريسيرش، نحن عم نحاول نلاقي جواب من اللي بنعرفه نحن يعني. فاللي لاحظته انا اتليست من الاولاد اللي حوالينا بالعيله يعني هو انه ما نن اغبى او اذكى اجين، لانه ما في وات داز انتليجنس مين يعني، بس انه عندهم يعني حياه، مو حياتهم، في جانب من حياتهم اسهل، فاذا ما عم يواجهوا تحديات نحن كنا نواجهها. ونفس الشيء نحن، انه نحن حياتنا اسهل بعد. يعني مثلا شو كان انا مثالي البسيط اشرح لك شو الفكره، انه نحن هلا الولد اول شيء بيخلق بتقعد بتجيب له دبدوب وسياره وطياره وخريه، بعدين ببلش يوعى شوي ما بجيب له خريه اذا بدك، بعدين بيكبر شوي فبنكون كل سلخناهم ايبادات وتابلتات وكذا، فبعدين بس هيك قاعدين عم يحضروا ماتشا طول النهار هيك بعدين بيموتوا. ميشا ماتشا شو اصلا هي الروسيه تبع الدبدوب. بعدين لايمت يصيروا لحتى مثلا انت تقول لابنك انه خذ هي بلاي ستيشن او شيء، اوكي بلاي ستيشن. فهون بقى لما ابنك يبلش يلعب هالالعاب هي، اذا اعطيته اكسس الالعاب يكون مثلا شو بعرفني عمره لنقول 13 14 سنه مثلا. اوكي اجين هي يعني عم بحكي من ناحيه وجهه نظري انا ارونو. الفكره انه انا لما كنت صغير ما كان في ترانزيشن الايبادات والموبايلات، كنت انت عم تلعب بسيارات ومكعبات وعلاك مصدي، بعدين مثلا يا دوب صار عمرك حسب اهلك ومن الحكي هذا صار مثلا انا وانا عمري 7 سنين كان عندي بلاي ستيشن 2. ومو بلاي ستيشن 2 انه عم بلعب ماريو وشغلات تاف، لا انه اولريدي عم بلعب العاب هلا ما يمكن ما بعرف العبها. فهلا ما عم لك انه والله وانا عمري 7 سنين كنت عم بختم هاي الالعاب، كنت عم عاني وعم باكل خرا يعني. بس قصدي كنت عم بلعب العاب بسيطه، بعدين فجاه وانا عمري كتير صغير اولريدي كنت عم واجه تحدي كبير اللي هو هاي الالعاب اللي كتير صعبه. هلا انه هو ما لاحظته اجين من العالم اللي حواليه انه الولد اللي بين ما يبلش يواجه هدول بيكون اولريدي صار اكبر. فانه يعني عرفت كيف؟ I don't know if this is a good or a bad thing، بس انه تخيل انت الفرق بين ولد من هو عمره 6 سنين عم يلعب كاونتر سترايك او ولد عمره مثلا 15 سنه عم يلعب كاونتر سترايك. انه انت 15 سنه غير، وانت يعني انا لما كنت عم بلعب كاونتر سترايك 1.3 انه كنت يعني ضليت يمكن شي 3 سنين لقتلت حدا انه عرفت كيف انه فهمت شو الفكره انه بس فهمت. بس باي ذا واي ما لقيت الحلقه لانه ما انا موجوده. متاكد فتحنا هذا الحديث بجوز مو حلقه، بجوز خلال الحلقه حكينا او شيء. ايه انا هلا انه بيبعصني بس شوف ولد صغير، انه خصوصي ولد شاب يعني ولد شاب مذكر شو بيسموه صبي عم يلعب او عم يحضر شيء سخيف. هو انه انا بعمرك اول شيء اللي كنت احضره على سبيس تون كان في كلهم قتل وخبط وهنتر وناروتو انه كان في قصة وفي عبرة وفي ظلم وكذا ومدري شو قتل شو اسمه قوة الصداقة ومدري شو. ايه بعدين كان الالعاب مثل ما قلت انت فيهم كمان كانوا صعبين، فيهم صعوبة. انا بحكي بس عن التشالنج اللي باللعبة، مو انه في عنف، انه شغلة صعب تلعب جي تي اي وانت عمرك 7 سنين. هلا بحس الاولاد بيزعلوا اذا ما ربحوا، يعني بتعطيهم لعبة انه مثلا مثل كاندي مو كاندي كراش صعبة تعطيهم لعبة مثل فروت نينجا وهدول ما بعدهم ترند هدول الالعاب، فانه بيطلع هيك بيلعب شويه بعدين بينبعث بس تصير صعبه لانه في مستوى سهل وفي مستوى اصعب. نحن الالعاب اللي كنا نلعبهم اساسا صعبين، ميشن هي موجوده يعني اسهل مستوى صعب، عرفت كيف؟ تمام. فانه الولد بيطلع انتايتلد ومو فهمان شيء. ايه انا هي فكرتي كيف بالضبط، انه هلا شو تاثير هذا على اجين ذكائك وضد الذكاء ما بعرف، بس انه ما بظن له تاثير منيح. انه اكيد احسن لك انك تكون عم تواجه شغلات، تواجه تحديات كل ما كنت اصغر، انه بتحس تكون شاربر اكثر يعني. ايه ما بتصير مو اذكى، بس انه ممكن مواجهتك مسؤوليه اكثر. ايه انه مواجهتك انه هلا ممكن مثلا ممكن هذا الجيل يكون عنده صبر اكثر انه يحل مشكله اكثر من الجيل اللي الاولاد الصغار، لانه هدول انه كل شيء كان سموث عليهم هيك. هيك بتخيل. ما بعرف اذا صح الحكي او لا يعني، بس انه انا هيك بتخيل كمان. جرب العاب كاونتر سترايك وانت عمرك 7 سنين مين يشخ عليك يعني. وهي ما كان في اونلاين، انا عم بلعب ضد اي وما كان حمار يعني ما كنا نعرف نتحكم بالاوتو. شو كانت وهي كمان ما كان في توتوريالز، ما كان في يعني انت اذا مانك فهمان اللعبه الشخص الوحيد اللي رح يكتشف كيف تنحل هو يا انت بدك تضل ترايل اند ايرور لحتى تزبط معك، يا اما تعرف حدا بالمدرسه يكون عنده نفس اللعبه وهو يكون كاشف شغله انت مو كاشفها وخود بقى يعني انا
سي اس جو بلشت مو سي اس جو عفوا كاونتر سترايك يعني بلشت العبها وانا عمري 7 سنين لصف الخامس لحتى اكتشفت رغم انه قبلها كنت مكتشف كتير شغلات somehow اكتشفت اللي هو انه كيف تشتري مثلا إنه كيف بدك تعرف انه البي هي اللي بدك تكبس وكذا. كنت بعرف كيف اشتري بس ما بعرف انه انه كبسه الفاره اليمين بتخليك تضرب ضربه سكينه اقوى. انه هي لصف الخامس لحدا قال لي انه اذا بتكبس هيك اكشلي احسن. عرفت كيف؟ لانه كانوا يلعبوا هن محلات الكونتر. انا ما كنت العب لسه فانه ما كنت بعرف هذا انا دغري فت على الكونتر دغري. انا اول مره فت كنت ماشي زوايا وتشليف وباني هاب هيك. ايه باني هاب هي اللي تعلمت ضليت فتره يعني. ذاك اليوم كنت عم بحكي له نوار يعني انا ذاكر قبل المره قديش بحب العب جي تي اي فاي سيتي انه هي لعبه طفولتي كانت. فهي اللي ما بيعرف انت في عندك المهمات تبعت القصه بعدين فجاه بيخلصوا المهمات ما عاد يطلع لك. فهون انت شو بدك تعمل؟ بدك تشتري في بزنسز بدك تشتريهم تعمل مهماتهم لحتى تفتح المهمه الاخيره. بس اللعبه ما بتقول لك هالحكي هذا. ووقتها اجين لا كان في توتوريالز ولا يوتيوب ولا شيء. فانا واخي انه ضلينا كمان شهور لحتى بالصدفه اشترينا شغله لانه كنا بدنا نشتري انه كل البيوت اللي فيها. فاشترينا اسيت طلع فيها مهمات يعني اكتشفناها عرفتي. فتخيل قد انه كان عندنا الصبر ونضل عم نلعبها شهور وهي ما فيها شيء اللعبه لحتى بالصدفه اكتشفنا انه هيك يصير. فانه في جوس بالحياه بالكاد. اجين كمان عاملين حلقه عن انه انت دائما بتفكر هو انه وقتك احسن شيء واهلك بيفكروا انه وقتهم احسن شيء وهكذا. عرفت كيف؟ فعندنا بايس انه نفكر نحن اضبط شيء كنا كل يعني ما في حدا بجيلنا يعني انا بلشت اعتبر انه هي حقيقه لانه اللي اكبر منها واللي اصغر منها بتحسهم مقتنعين بنفس الحقيقه اللي هي انه العاب جيلنا كانوا احلى العاب الالفينات واخر التسعينات والتلفزيون الشغلات اللي كنا نحضرها كمان كانت من افخم الشغلات. هلا في عالم بيحضروا انيميز اللي هن نزلوا باوقاتنا دراغون بول ناروتو هذا وون بيس هذول ون بيس الله يعطيه عمر طول راح يحضرون هن واولادهم بعدين فعلا. بس انه يعني هذول كانوا كتير فخمين والالعاب اللي كنا نلعبهم كانوا كتير فخمين. انه الجي تي اي فاي سيتي كانت كتير فخمه لوقتها سابقه عصره يعني. ايه الجي تي اي 5 هلا عود اونلاين وهكر ومدري شو هذيك انه كانت خلص بسيطه. انه هلا انا بفضل العبها على جي تي اي 5. ف كانوا العاب الكمبيوتر افخم ختم المهمات وما بعرف افخم بس يعني شلون هي كمان بايس يعني انه انت لانه هلا مثل صرت انتايتلد اكثر لو صار في العاب اكثر فصار في عندك توقعات عاليه انه هاي اللعبه ما في هيك اتلحظ وطيز شلون ما في هيك. قبل انه ما كنت تفهم شيء بالالعاب انه هي لعبه ليك بيركب بالسياره. بس هلا نحن بندور على لعبه سخيفه نلعبها سخيفه يمكن لانه يعني انا والشباب جيمرز يعني انا غير مجد ما هو جيمر. انا بعتبر حالي شوي جيمر نلعب كثير متقاعد. انا مو ماني جيمر انا نص متقاعد. صرنا ندور على العاب سخيفه مثل حكينا هذيك المره ليش انشهرت شو كان اسمها بيكو بارك والثانيه امونجس. امونجس بيكو بارك على الشباب. فانه كتير انشهروا لانه سخيفين وحلوين. يعني احنا هيك بدنا العاب بس تكون 2D والمهمه تكون بتضحك ونلعبها مع بعض ونتسلى. انه ما بيهمنا الجرافيكس وهالقصص. فكانت هيك ايام زمان سباق موتورات هذه بترفس عرفت رود رش كان كثير حلوه. ما بدي انه يكون 3D انا بس بدي السباق ما بدي الفيجوالز ما بيهمني يعني. بيكو بارك اضحك لعبه بالعالم. هذيك المره الساعه 2 بالليل عم نلعبها من اسبوع يمكن رجعنا فتحناها. شخيط ضحك لك فطست من الضحك لانه كافي مثل احنا نلعبها 4 تمام. فكافي مرحله مثل 2 بيخلقوا 2 بيعيشوا 2 بيخلقوا 2 بيموتوا 2 بيعيشوا. فانه انت مثل واحد بده ينط تدعس له على زر للثاني بيطلع مثل بلاتفورم بده ينط عليه بعدين ينط لعندك. وساعه نضحك يعني انا مثلا ادعس على الزر يجي رفيقي بده ينط اترك الزر يسلم. كتير سخيفه اذا بحكيها بس الضحك يضحكناك شي 5-6 بالسيرفر نازلين ضحك شاخين خصوصي بعد نص الليل تسكر بدون شيء هيك بصير تضحك على كل شيء وتصير اهبل. بيكو بارك يعني عن جد من احلى الالعاب كتير تضحك. عاد ما سخيفه يعني اذا عم تدوروا عليها على جوجل طلعتوا هيك اكيد مو هاي تبع القطط الصغيره هي يس حق $5 على ستيم. اوكي فاذا عزيزي المشاهد هي الحلقه كانت يس شيء ابو راتب يس من كتر ما جاوب نوار ما ضل عنده اجوبه انه برمج هلا لو قربت تخلص بطاريته فانه هدول
فهي حلقه كيو كيو. اذا انت كنت من الجداد يعني صبرت على التعريف الغبي اللي اعطيناه وضليت لهلا، فانه انت الله عليك، يعطيك العافيه. عرفت شو. فبنشوفكم السبت الجاي يمكن او اللي بعده. اللي بعده غالبا غالبا الاسبوع الجاي ما ننزل عزيزي المشاهد، رح تعرف ليش بعدين، بس until next time. مفاجاه. see you.